السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كلام أهلاوي. زي ما قلت لكم حلقة النهاردة تكملة حلقة امبارح. هي مش خاصة بالمباراة قوي، أنا زي ما قلت لكم أنا بقالي فترة كبيرة ما طلعتش اتكلمت على أحداث كتير من اللي حصلت الفترة اللي فاتت، فاليومين اللي جايين يعني هيبقى فيهم كذا حلقة عشان نقدر نغطي كل اللي حصل الفترة اللي فاتت. تكملة كلام عن المباراة امبارح، أنا بس عندي حاجة حابب أشاركها معاكم. يعني أنا شفت امبارح فيديوهات لناس كتير من اللي عملوا ريفيوز أو تعليقات ما بعد المباراة. يعني أنا بس عندي اعتراض أو يعني وجهة نظري اللي تختلف عن بعض الآراء، هي إن في ناس فجأة تحول رأيها من إن إحنا الفريق محتاجه إن إحنا عملنا ماتش بطولي امبارح وماتش رجولي وهي دي الروح، وتصريحات كابتن وليد صلاح الدين وتصريحات هاني إن أوضة اللبس تمام وإن مفيش مشاكل والكلام ده كله. طب بصوا يا جماعه، مبدئيا يعني انا او غيري من الناس اللي بتتكلم على بعض المشاكل اللي طلعت في الاعلام الفتره اللي فاتت عن مشاكل اوضه اللبس في النادي الاهلي، ده مش كلام ومش اشاعات يا جماعه. اللي حصل من ياسر ابراهيم ما كانش اشاعات، ده حاجه بتوضح الحاله جوه اوضه اللبس في النادي الاهلي عامله ازاي. مش احنا اللي طلعنا قلنا الكلام ده، يعني احنا ما شيرناش الكلام ده، ياسر ما قالوش في حرمه بيته والناس شيرته. الكلام ده اتقال وهو خارج من الملعب قدام الناس كلها. يعني نزل اعتذار ما نزلش اعتذار ده شيء جميل يا جماعه، بس الحاجات دي احنا اصلا ما كناش بنشوفها من الاول. طبعا انت هتلاقي كلامي قديم شويه على حاجات قديمه، بس انا بستكمل اللي شفته امبارح. ان الناس بتقول ايوه وهو دي تصريحات وهو ده الكلام. ايوه يا جماعه، ما المشاكل لسه موجوده، احنا ما اختلفناش. امام عاشور قعد مع ادم وطني، او ادم وطني ما زال لسه وكيل لامام عاشور، فماشي امام بيحتفل امبارح بالهدف ما بيحتفلش بالهدف، مبسوط فرحان. هل ده يعني لي شيء؟ انا يعني لي الموقف اللي عارفين ان هو حصل اتحل ازاي، مش ان هو بيشجع ولا ان هو بيحب اصحابه ولا ان هو بيحب الاهلي وعايز يكسب ولا ما يكسبش. انا ده تمام بالنسبه لي، ما عنديش مشكله. ايوه انت هتقدم ايه بقى للنادي الاهلي، هي ده اللي احنا محتاجين نتكلم فيه، مش انت فرحان بهدف ولا مش فرحان بهدف. انا تاني هنا مش بهاجم امام عاشور، انا بس بتكلم على المشاكل في اوضه اللبس اللي فجاه امبارح بتصريحين نسيناهم وقلنا ان ما فيهمش مشكله. طبعا انا معاكم تماما يا جماعه ان احنا ده وقت فوز وده وقت فرح، مش المفروض ان احنا نهاجم حتى في وقت الفوز. وطبعا انا ما بهاجمش، وامبارح انا ما هاجمتش، انا بس كل اللي قلته امبارح ان احنا ما لعبناش الماتش الواو، احنا لعبنا اخر 20 دقيقه كويسه. دي وجهه نظري، وشايف ان انت لو لعبت بقيه الدوري او ايا كان بعد كده المباريات اللي هتلعبها بالروح اخر 20 دقيقه من مباراه امبارح بوجود لعيبه، وتحديدا واخص بالاسم حسين الشحات، اللعيب اللي فعلا هيشعل الملعب كده ويخلي كله عايز يثبت نفسه، تمام. يبقى انت العب بقى، العب ال 20 دقيقه دي، تلعب بقيت مبارياتك كلها، بقيت حياتك اللي جايه كلها يا ابني تلعب بالطريقه دي. ساعتها مفيش اي مشكله بقى في فوز ولا خساره. شفتوا الموضوع سهل ازاي اهو. نخسر بقى بعد كده عادي، نتعادل عادي، انا ما ببررش الخساره ولا التعادل، ده كده كده شيء مش يعني ما نعرفوش كجماهير النادي الاهلي. بس انا بتكلم انك لو لعبت بالاداء ده ويا سيدي لا قدر الله خسرت بعد كده ولا تعادلت، يبقى احنا خلاص مش عايزين حاجه كجماهير، بس نشوف الاداء ده بعد كده على طول. فبس انا حبيت اعلق على ان النقطه دي، ان احنا يا جماعه لا، المشاكل ما زالت موجوده، احنا محتاجين لسه نصلحها، محتاجين لسه مدير فني، محتاجين نظبط اللعيبه دي. مشاكل اوضه اللبس محتاجه تتلم شويه. محتاجين نبدا ان احنا نشوف او ما نشوفش المشاكل اللي بقينا نشوفها في النادي الاهلي الفتره الاخيره اللي ما تعودناش عليها كجماهيره من يوم ما يعني موعين على الدنيا وعرفنا يعني ايه اهلي وبنشجع النادي الاهلي. فدي اخر حاجه هتكلم عليها فيما يخص المشاكل اللي داخل النادي الاهلي واللي احنا المفروض نبص عليها والكلام ده. خلاص بقى احنا الموضوع ده صفحه واتقفلت. المفروض المباراه بتاعت نادي الزمالك امبارح هي فعلا كتمت على مشاكل كتير موجوده، وان شاء الله تبقى بدايه الاصلاح اللي احنا عايزينه ومستنيينه طبعا من اول الموسم، لان احنا مش من مصلحتنا حاجه كده او حاجه غير كده، قصدي يعني للنادي الاهلي. يعني نيجي بقى يا جماعه الموضوع، انا مع كامل احترامي لهذا الشخص اللي انا هذكر اسمه دلوقتي، بس يا جماعه للامانه يعني انا ما طلعتش كانت من زمان قوي، فهتلاقوا الموضوع ده قديم من شويه. كابتن محمود كابتن شيكابالا، انا ما اشتريتش من اول اللقاء اللي طلع مع ابراهيم فايق تحضيرا ان هو بعد كده هيبدا يظهر معاه وان هو يبقى واحد من ضيوف ابراهيم فايق في بقى سواء بقى القهوه ولا مش عارف الاستوديو التحليلي ايا كان، يعني مسميات البرامج انا مش حافظهم. انا ما اشتريتش الكلام اللي طلع قاله، لان يوميها يعني يا جماعه هو كان ايه الجديد اللي شيكابالا اضافه في الحديث؟ شيكابالا كل مره بيطلع يقول يا جماعه انا الطيب الغلبان البسيط اللي بحب اللي الناس اللي معايا وفي اهل بلدي والكلام ده. الكلام ده طبعا يا جماعه على عيني وعلى راسي، انا ما عنديش مشاكل تماما في حاجه زي دي.
راجل خير، بيساعد اهله، بيساعد اهله في بلده، بيعمل اللي هو عايز يعمله. انا كل ده يا سيدي على راسي من فوق، راجل محترم ما عنديش مشكله في ده. انا هنا اللي يخصني علاقتك بالنادي الاهلي، ان انت كل ما هتطلع في برنامج هتكسب هتبقى عايز تكسب تعاطف تاني، عشان بس احنا نبقى واضحين في الكلام ده. انا برضو ماليش دعوه ان كابتن محمد بركات بيتعامل معاه في الاستوديو التحليلي، مع ان انا شايف ان بركات ما بيتعاملش معاه باريحيه تامه يعني عموما، وهو بيقعد يتكلم انا وده وصديقي وزميلي ومش عارف ايه، ولعيبه كتير يعني في النادي الاهلي تطلع تقول على شيكابالا كده، ده شيء مفروغ منه. تمام، بس انا اللي بكلمكم عليه ان مفيش مشجع اهلاوي قابل شيكابالا، ومش عشان اسطوره يا جماعه، عشان عارف الكومنتات بتاعه ما هو حرقكم عشان الاسطوره بتاعته. يا سيدي خلاص بقى، هو اسطورتكم مالكش دعوه بينا احنا يا سيدي، احنا ما بنفهمش، احنا ما بنفهمش يعني ايه اساطير. تمام، فانا بتكلم هنا على علاقته بجماهير النادي الاهلي اللي عمرها ما كانت كويس. تمام، فانك تطلع تقول ده انا دايما كانوا بيتحط والظروف هي اللي بتجبرني، فانا دايما بتبروز الوحش والكلام ده، انت بتقول الكلام ده كل مره، وبترجع كل مره تقول اصل انا لو رجع بيا الزمن ما كنتش عملت الحاجات دي. وعلى فكره يا جماعه، ما هو قال الكلام ده في اخر لقاء برضه مع ابراهيم فايق، او كان مع عمرو اديب، انا اسف مش فاكر مين فيهم يعني، وبعديها على طول ما حصل مشاكل مع جماهير النادي الاهلي تاني. فهو ده يا جماعه شيء كده مش هنخلص منه. تمام، تسميه بقى شيكابالا متضايق ان هو ما راحش النادي الاهلي من زمان، تسميه شيكابالا بيحقد على النادي الاهلي، سميه اللي انت عايز، على جماهير النادي الاهلي، سميه اللي انت عايز تسميه. انا ما بفهمش شيكابالا هو ليه بيبقى ماشي على الارض عايز يستفز جماهير النادي الاهلي. حتى في الاستوديوهات واللي فيكم بيتفرج يعني، من فتره كده لما كان هو قاعد هو وبركاته بيتكلموا على ضربات جزاء، تحديدا كان ماتش سيراميكا على ما اعتقد. كان في ماتش انا مش فاكر انهي ماتشات بس عشان ما ابقاش لخبطت الدنيا يعني، ان في ضربه جزاء كانت للنادي الاهلي، وضربه جزاء قصادها اللي هي كانت المفروض تحسب على اللي هي كانت للمصري على نادي الزمالك. فشيكابالا هو بيتكلم فقال لك لا دي اصل فيها وما يرجع ويبص ومش ما يبصش ومش عارف ايه، بس دي لا طبعا ما فيهاش يا جماعه ومش عارف ايه. حتى بركات ساعتها ضحك وبيقول لابراهيم فايه بص بقى بيتكلم ازاي مش عارف ايه وبتاع. فيا جماعه هو شيكابالا مش هتطلع من بقه، شوف مين ممكن يطلع من بقه كلمه حق في وقت عادي. شيكابالا مش هيطلع من بقه كلمه حق في حق النادي الاهلي، ده مش هنشوفه، احنا ما حيينا مش هنشوف ده. ويا سيدي اطلع غلطان، انا نفسي اطلع غلطان، نفسي اسمع شيكابالا مره بيقول حاجه بحق للنادي الاهلي. طبعا يعني الجدير بالذكر يا جماعه ان انا وانا بقلب في البرامج، ودي كنت عملت عليها حلقه قبل كده لو انتوا متابعين يعني، ان احنا لحد من يومين شايف ناس لسه بتتكلم يا جماعه على ازمات مباراه القمه قبل مباراه النادي الاهلي والزمالك. بيتكلموا على ازمه نادي القرن، على زيزو، على امام عاشور، على كهربا، على بن شرقي. هو في حاجه يعني، هو يا جماعه بجد هي المشاكل ناقصه يعني، هو ما فيش حاجه خلاص نتكلم فيها. انتوا شايفين بجد الاهلي والزمالك واو جدا الفتره اللي فاتت والدنيا ماشيه يعني تحفه، عشان دي الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها تاني برضو مفيش فايده، احنا ما بنخلصش من الحلقه المفرغه دي. فرجوعا معلش لشيكابالا، رايي الشخصي للزملكاويه اللي ممكن تكون بتتفرج، معلش انا اسف على النقطه مش عارف اعمل له حاجه، معلش انا اسف. فتعليق للزملكاويه اللي ممكن تكون بتتفرج او للاهلاويه، شاركوني رايكم يعني، بس ده وجهه نظري الشخصيه في موضوع شيكابالا. يا جماعه اللي شاف امبارح تعليق شيكابالا مع ابراهيم فايق على المباراه، اول ما ابراهيم فايق ساله اصلا المدير الفني يمشي كده قالها له كده. الجدير بالذكر يا جماعه ان ده مدير فني مادي نتائج كويسه على فكره مع الزمالك. تمام، عشان بس احنا نبقى في الصور يعني، مثلا حقرنه ريبيرو مضروب بالنار مثلا اللي كان عندنا ده. فاول حاجه قالها له المدرب ده يمشي. يا جماعه مش كل حد ينفع يطلع يقعد، مع احترامي الشديد لشيكابالا يا جماعه عادي قولوا لي اسامي في النادي الاهلي اقول لك ما ينفعش يطلع يحلل ويتكلم ويقول ومين يعمل وما يعملش والكلام ده كله. هو شيكابالا ما عندوش الحته دي. تقول لي يعني انت اللي عندك كنت طالع بتعلق ومش يا سيدي، ما عنديش مش مشكله، ما تقول رايك فيا وانا بتضايق برجع اشتمك يعني، قول اللي انت عايز تقوله يا سيدي، وجهه نظري مع كامل الاحترام. شيكابالا ما عندوش الملكه دي. مفيش مره طلع علق على حاجه يا جماعه وقال معلومه مفيده فعلا، تحليل حاجه امبارح بيقول لهم اصله يمشي. يا جماعه حتى الزملكاويه انتوا فاهمين ان المفروض ده شخص دلوقتي بيتكلم في القنوات باسم نادي الزمالك، بغض النظر ان في مشاكل او الدنيا مش لطيفه قوي مع شيكابالا من ساعه التصريحات اللي عملها مع برضه اللقاء مع ابراهيم فايق اول ما اعتزل،
وان هو طلع برضه اتكلم باريحيه زياده عن اللزوم وقال حاجات المفروض ما تتقالش. تمام؟ فانتوا سفيتوا علينا ساعتها، ساعه لما قفشه برضه طلع هرتل بالكلام مع ابراهيم فايق، وقعدتوا تقولوا ده بيقولوا مش بيقولوا مش بيقول. طبعا شيكابالا انتوا ما تقدروش تقولوا كلمه عليه. لكن انتوا ما خدتوش بالكم امبارح وشيكابالا بيقول لك المدير الفني يمشي، ده كده ما بيضربش، مش هيضرب استقرار الفريق. طب انتوا كنتوا بتقولوا قبل كده ان المدير الفني اللي يعمل حاجتين بساط كده مع الزمالك بس يبدا يجي له العروض وكل ده من تدابير النادي الاهلي، ولو خسر ماتش يطلعوا في الاعلام كل بتوع النادي الاهلي يقول لك لازم يمشي ومش عارف ايه عشان عايزين يخلصوا منه. طبعا ما هو عامل لنا صداع. انتوا فاهمين اللي بيقول كده دلوقتي اسطورتكم اللي انتوا بتتكلموا عليها؟ عارفين هو بيقول لك كده ليه، او كان ايه تبريره وهو بيقول لك كده؟ اصل ما ينفعش كل ما يزعل من اللعيب يقعده. يعني ايه يزعل؟ هو زعل منه عشان ايه؟ ما قالوش يا بابي الصبح؟ هو مش زعل منه شيكابالا عشان هو عمل تصرف المفروض ما يعملوش فهو بيعاقبه قصاد على ده؟ بس اقول لك ليه شيكابالا ما عندوش مشكله في ده، لان شيكابالا اصلا تاريخه مليء بالقصص دي يا جماعه. تحبوا نعد المديرين الفنيين اللي شيكابالا عمل معاهم مشاكل فعشان كده قعدوه دكه؟ فهو طبيعي جدا يبقى حاسس باللعيبه دي يا جماعه. ما اصل ياما تعاقب وياما اتقال له مش هتلعب غير لما تتعدل. ده ما فيهوش قله احترام بشيكابالا يا جماعه على فكره، ماشي؟ هي دي حقائق، انا بسرد لكم دلوقتي حقائق احنا عارفينها. من اول كابتن حسن شحاته اللي قال لك انا مش هلعب شيكابالا طول ما انا موجود. ليه؟ عشان كان عارف هو بيتعامل ازاي، وعارف ان هو ما بيتعاملش كويس، وعارف ان عقليته مش كويسه. دي بقى مشكله كابتن حسن شحاته، مشكله المدربين؟ لا. فطبيعي وما تستغربش ان شيكابالا امبارح يقول لك ما هو مش كل ما يزعل من واحد يقعده. لا يقعده، لا يقعده عشان يبقى فيه انضباط، لا يقعده عشان هي ما تفرقش معاه اكسب اخسر ماتش، بس افضل يبقى فيه فريق منضبط. انت متضايق ان الاول مره في حد عارف يمسك اوضه لبس؟ فانا عشان تاني ما اطولش في الحلقات، لان انا زي ما قلت لكم الايام الجايه عامل حلقات كتير. بس كده النهارده، شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.